هنعمل صينية كوسة النهاردة. الكوسة انت بتجيبيها بتعملي منها كذا طبخة. يعني يبقى الكوسة تعملي منها محشية، تعملي مشوية، تعمليها في صينية، تعمليها تحشيها كده لحمة، تقطعها صغير وتحشيها لحمة، تعمليها في دمعة. كل ده اللي تعملي منه الكوسة. الكوسة دي من الحاجات المفيدة جدا للجسم، وطعمها حلو وريحتها حلوة. بس احنا بنغير فيها يعني عشان خاطر اللي ما بياكلهاش او بيزهق منها حاجة واحدة، فاحنا بنغير. عملتها مدورة في الصينية، انه بدي تعملها طويلة، تقسمي الواحدة اتنين او تلاتة وتعملها في الصينية. كده كده الكوسة ما بتغيبش في التسوية خالص معايا. الكوسة غسلتها ونضفتها وقشرتيها يعني بالمقور كده، وقسمتها اتنين او قسمتها تلاتة. ومعايا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وتوم وبصل. بصل مقطع شرايح صغيرة رقيقة علشان الكوسة ما بتغيبش، والفلفل اللي هو كمان ما بيغيبش في التسوية. كل ده هتعمليه مع بعضه، وهتحطي كل ده مع الصلصة مع فلفل اسود مع ملح في الصينية، وتحطيها على النار تستوي. اول ما تغلي وطي عليها وتسيبيها تستوي براحتها، وبعدها حطها في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا نص الكمية، هنحطها ونحط البصل والثوم والفلفل والصلصة. ومعايا الحاجة اللي هتخلي الكوسة دي طعمها في حتة تانية خالص وريحتها حلوة، وأحسن ما تكون انت عاملاها بشاميل أو عاملاها في لحمة مفرومة، ممكن تعمليها كده وتحط لها شوية لحمة مفرومين معصجين عندك، بيبقى طعمها حلو. هنحط زيتون مخلي من اللي هو مقطع الصغير ده، مخلي ريحتها روعة، ولا أحسن من كده. طعمها حلو وريحتها حلوة مع ورقة اللورة، لو في حبهان حطي حبيتين حبهان، تاكليها احسن من اللحمة واحسن من الفراخ. احنا كنا زمان ما بناكلش الا الخضار ده. ده فاصوليا، ده لوبيا، ده كوسة، ده بطاطس، الحاجات دي كنا ما بناكلش الا هي. ورغم كده كان الجسم حلو، وكان الناس لحد يقول لا ده عنده نقص في فيتامينات ولا نقص معادن ولا اي حاجة في الجسم، لان كان كل حاجة حاجات خضروات كلها طالعة من الارض وطبيعية. ملح، زيت، فلفل اسود، كل ده قلبي مع بعضه مع شويه الزيتون، وزودي شويه ميه مغليين علشان خاطر الصلصه، او انت عاملاها بطماطم بدل الصلصه. هتقلبي كل ده وتحطها على النار تستوي. وهي بتستوي كده نعمل شويه رز حبايه وحبايه ناكلها معاه. واللي بيحب ياكلها بعيش ينشفها حلو، ويبقى ياكلها بعيش، ما يخليش فيها التسبيكه بتاعتها كتير، الميه بتاعتها او الطماطم بتاعتها كتير، ينشفها خالص ويحطها ياكلها بعيش. شويه الزيتون هم ادوها طعم تاني وريحه تانية. ما شاء الله كانت ريحتها جايبه من اخر الدنيا. خلاص خلصتي الكوسه. هنبدا بقى نغسل الرز. انت عارفه عيار الرز عندك، عارفه انت بتعملي ايه. الرز قد ايه. هتحطي شويه سمنه وان كان شويه زيت او كله سمنه، وتحطي شويه رز يتحمروا. هتقلبيهم، اول ما يصفر هتحط عليه الرز الابيض. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه او كوبايه وربع، لو الرز قديم بتاخد كوبايه وربع ميه، علشان خاطر ما يبقاش طري وما استواش. وما تكتريش برضو، ما تكتريش الميه عشان ما يبقاش معجن. يعني الحاجه في الوسط، وانت عينيكي وايديكي هما ميزانك. قلبنا الرز كده، ما تسيبهوش ولا عينك تغفل عنه علشان خاطر ما يحمرش من جهة ويسيب الناحية التانية، او الرز حباه وحباية تحمر. عايزين نحمره كله. واول ما تشوفوه زي ما حضراتكم شايفينه كده بالمنظر ده، وطي النار خالص، هدي النار عليه. يقوم السمنة اللي هي بتقدح دي، او السمنة وبدرجة حرارة السمنة دي تسوي الحبايات اللي موجودة كلها في الرز، يبقى كله لون واحد. وبعد كده بس ما تسيبهوش يحمر جامد علشان ما يغمقش ويديكي طعم تاني خالص للرز. وبعد كده هتضيفي الرز شويه ملح وشويه فلفل اسود والميه المغليه، وتسيبي اول ما يغلي قدام منك تقومي موطيه عليه نص توطيه، وبعدها وطي عليه خالص. الملح انت عارفه عيار الملح بتاعك، وعارفه الفلفل الاسود شويه صغير ما تكتريش. ولو عايزه تسقيه بشويه شوربه بدل الميه دي، لو في شويه شوربه بيبقى طعمه حلو. تصفيها من اي حاجه فيها وتحط عليها، بيبقى طعمه لذيذ وشكله حلو. خلاص خلصنا. هنحطه بقى يغلي، واول ما يغلي كده ويقرب يشرب ميته خالص هنوطي عليه شويه، وبعد كده هنوطي عليه خالص يتشرب براحته خالص. 10 دقايق ربع ساعه لحد ما تكشفي عليه تلاقيه استوى خلاص، تدفع عليه. والكوسه هنروح لها لقيناها استوت، هنحطها في الفرن تاخد وش. وبعد كده لو انت عايزاها للعيش هتاكلي بيها عيش، سيبيها تنشف خالص، ما تسيبيش فيها اي دمعه من اللي احنا شايفينها دي، او تسبيكه من اللي شايفينها هتنشف منها. او تاخدي
شويه للرز تاكلي بهم رز كده، والباقيين تسيبهم في الصينيه تنشفيهم وترشي عليهم شويه جبنه موزاريلا. حاجه تانية وطعم تاني خالص الجبنه الموزاريلا لما تاكلها مع الكوسه دي بالعيش، طعمها لذيذ. وزي ما حضراتكم شايفين كده الكوسه مستويه والرز مستوي ومفلفل. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.